في بداية عهد الملك محمد السادس غيتم القضاء نهائيا على رجال العهد القديم وغيبانوا رجال دولة جدد، ومنهم منير الماجدي رجل الظل في عهد محمد السادس، ولا كما كيتلقب والتقدم ولا إم3. دبدبات حياته تتابع الشكايات في حق هذا الرجل رجعت منه المطلوب رقم 1 عند السياسيين المغاربة، بداية من إيف كوم اللي خدم معيتها عقد احتكار البانوات الإشهار في كازا لمدة 30 سنة، مرورا بأراضي تارودانت ب50 درهم للمتر مربع بدلا من 5000 درهم كثمن أصلي، وهادشي بلا ما ندخلوا في تفاصيل مرور عجلة الماجدي على ورثة المستشار الملكي السابق أحمد رضا قديرة في ملف المكتب الوطني للمطارات، الكاتب العام للملك ورئيس الهولدينغ خلفا لمراد الشريف راكم ثروة كبيرة خصوصا ورا توليه مهمة تدبير سجر، وهادشي اللي خلى الصحافة الفرنسية تحطو تحت عينيها، وأبرزهم الصحفيين نيكولا بو وكاترين غراسيي في كتابهم حين يصبح المغرب إسلاميا. الإم3 سواء كان ظالم ولا مظلوم، العبرة من حياته هي أن حياتك وسط البلاط والسلطة عمرها ما غتكون بالسهولة والرفاهية اللي توقعتيها النهار الأول.